لازم تعملي كده قبل رمضان وابدأي حالا. رقم 1، عودي نفسك على الصيام من دلوقتي. ناس كتير في رمضان بتحس بدوخة قبل الفطار وبعد الفطار ويادوب بتبدأ تفوق في آخر رمضان، علشان كده لازم تخلي جسمك يستعد للصيام من دلوقتي. رقم 1، هتصومي 2 وخميس و3 أيام البيض من شهر شعبان. رقم 2، نظمي أكلك وقللي سكريات. رقم 3، من هنا رمضان هتقللي نسبة الكافيين في جسمك بالتدريج. يعني لو بتشربي قهوة أو شاي 3 مرات في اليوم، هتشربي 2 بس لمدة 3 أيام، وبعدها تشربي 1 بس في اليوم، وبعدها تخليه خفيف شوية، وبعدها تخلي الكوباية الواحدة أخف من اللي انتي بتشربيها. يعني لو بتحطي معلقة كاملة من القهوة هتحطي نص، ولو بتحطي نص هتحطي ربع، فهتقللي الكمية وتخليها خفيفة. والشاي نفس الكلام، لو بتشربي 3 هتبدأي تشربي 2، وبعدها 1 في اليوم، وبعدها هتشربيه خفيف. ده هيساعدك كتير جدا في أول رمضان إنك ما تحسيش بصداع بتاع أول أسبوع. رقم 4، قللي السكر بالتدريج، وده عن تجربة شخصية. كنت بشرب 3 معالق سكر للشاي، بدأت أقلل نص معلقة في نص معلقة لحد ما وصلت إن حاليا لا يمكن أشرب شاي بسكر خالص، وده حصل بالتدريج. ممكن تاخدي شاي من غير سكر وجنبها قطعة حلويات، مفيش مشكلة، لكن ما يبقاش قهوة أو شاي مليان سكر وجنبه كمان حلويات. وأخيرا، تدريب على الانضباط الذاتي من دلوقتي، وهو الصلاة في وقتها. يعني ابدأي حالا من دلوقتي، لو بتأخري أي صلاة تصليها في وقتها. أول ما تسمعي صوت الأذان تسيبي كل اللي في إيدك وتروحي تصلي وتحافظي على صلاة الفجر. رقم 5، ثبتي ميعاد ورد القرآن بتاعك. ابدأي من دلوقتي ورد القرآن، حتى لو ما خلصتيش على قبل رمضان مفيش مشكلة، سواء قبل ما تنامي أو أول ما تصحي من النوم، أي ميعاد يريحك. المهم إن كل يوم في الساعة دي لازم تعملي الورد القرآني بتاعك. بعد كده هتبقى عادة، وأول ما يجي الوقت ده هتلاقي نفسك بشكل تلقائي بتفتحي المصحف وتعمليه. علشان كده مهم الورد القرآني تثبتي ليه ساعة معينة في اليوم تبدأي فيها وتستمري عليها. رقم 6، اعملي ختمة سمعية. يعني طول ما انتي واقفة في المطبخ أو بتنضفي بيتك هتختمي القرآن بالسمع. ده هيسهل عليك الورد القرآني كتير جدا، لأنك اللي سمعتيه مثلا بالنهار وانتي واقفة في المطبخ أو بتنضفي هتقريه بالليل أو في وقت الورد بتاعك، فالموضوع هيبقى أسهل بكتير. رمضان كريم عليكم، وكل سنة وانتم طيبين.